ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا مع بعض النهاردة نحضر فطار سادس يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين. معايا هنا كده ايه. حوالي كده 3 بصلات كده مفرومين كده، هنزل بيهم كده على معلقة سمنة على زيت كده، اشوحهم البصل وبعد كده انزل عليه بقى بنص كيلو من اللحمة المفرومة. وابدا اقلب فيهم كده. انا اهي هعصج لحمه، هنزل اول حاجه فلفل اسمر، 7 بهارات، الملح بتاعك تظبطيه. هتنزلي واحد عود قرفه، واحد بس فص حبهان، واحد قرفه خشب، واحد فص حبهان. وخليكي فاكريهم عشان لما تستوي اللحمه تطلعيهم ما تسيبهمش في الاكل. وهنزل عليهم كده بمعلقه من الصلصه ورشه السكر، دي حلوه قوي هتفرق معاكي في التسبيكه. وهنزل ببابريكا واشوحهم كده مع بعض ايه كويس. هتحطي معلقه صلصه عشان تحمر معاكي كده وتدي معاكي ايه، لون حلو كده للحمه بتاعتك وتديها طعم حلو. هتفضلي بقى تقلبي فيهم كده لحد ما اللحمه معاكي تستوي. هتقفلي عليها وهاخد كده ايه، اخد منها شويه كده لان انا ايه عايزاهم. هعمل بيهم حاجه دلوقتي معاكم. بقيه اللحمه المفرومه هنزل عليهم بمعلقه صغيره كده من الثوم المفروم، او هرسي فص ثوم او فصين ثوم وحطيهم. وبعد كده هنزل عليهم بالبسله، بسله بالجزر كده متفرزين في الفريزر. هنعمل مع بعض بسله بالجزر باللحمه المفرومه. هنزل كده البسله كده على اللحمه المفرومه، واديها كده ايه تشويحه كده معايا كده، واغطيها كده ايه دقيقتين كده ولا 3 دقايق كده يتشوحوا مع بعض كده، والبسله كده تستطعم من طعم اللحمه. وبعد كده انزل عليهم بمعلقه صلصه معلبه كده، وبعد كده انزل عليهم بقى بالصلصه اللي هي مضروبه عندي في الخلاط وكده ومصفيه، بس كنت بقى ايه معبيها في بردين وحطها في الفريزر. وابدا اشوحهم كده مع بعض، وانزل عليهم بايه بالبهارات بقى. تظبطي الملح بتاعك لو هو قليل شويه، ولو عندك شوربه زودي شوربه، مش عندك هتحطي ايه ميه وعليهم مرقه ايه دجاج. انا ما عنديش شوربه فحطيت اللي هي ايه مرقه. ممكن الخطوه دي اختياريه، ممكن تستغني عنها مفيش مشكله. اللحمه كده كده المفرومه هتطعم معاكي ايه البسله بتاعتك. هت... ممكن تحطي لها رشه فلفل اسمر برضه، وتسيبي بقى ايه البسله تستوي ايه مع نفسها. معايا هنا كوبايه من اللبن، عليهم ممكن تخليها نص لبن ونص ميه، عليهم كوباية من الدقيق. وهنزل عليهم بقى بملح وفلفل اسمر وبضاية ونص معلقة من البيكنج باودر. وضفت برضو معلقة ايه من اللبن البودرة. دي خطوة اختيارية تقدري تستغنى عنها. هنعمل مع بعض ايه، هنعمل مع بعض الكالوني. هضربهم كويس جدا بالهاند بلندر او تضربيهم بالخلاط. وايه بعد كده ايه تنزلي عليهم بطاسة تكون سخنة تيفال، وتنزلي بقى عليها كمية بكمية. بصي الخطوة دي تعرفي ان العجينة معاكي مظبوط، لا هي سايلة ولا هي ايه تقيلة. وتحطي عليهم معلقة زيت. انا كنت نسيت، ممكن تحطوها في الاول تضربي الايه تضربوهم وانت بتضربوهم في الخلاط. انا نسيت ونزلت عليها دلوقتي وقلبتهم مع بعض تقليبه حلوه. وانا بسويهم على البوتاجاز، اللقطه دي الفيديو ده ما اتصورش معرفش ازاي، او اتمسح من عندي والله ما عارفه، دورت على الفيديو مش لاقياه. هتعملي ايه بقى، هتجيبي بقى ايه، هتجيبي طاسه تيفال. واول ما تسخن معاكي الطاسه تنزلي بقى بالخليط بتاعنا بكميه مناسبه كده. واول كده وتقومي تفرديه ايه في الصينيه معاكي، تفرديه ايه في الطاسه معاكي. يا دوبك ياخد معاكي بقى لون من تحت، اقلبيه برضه ياخد معاكي لون من الوش التاني، طلعيه على فوطه زي ما انا عامله. طلعيه على فوطه وتغطيه عشان يبقى معاكي طري كده وحلو. هتنزلي برضو بالكميه بتاعت، تنزلي بشويه او بكبشه كده من الخليط اللي احنا عاملينه في الطاسه السخنه. وتقومي جايه ايه نازله ايه عليه ايه، اول ما ياخد معانا لون كده من تحت اقلبيه على الجهه التانيه. والله ما عارفه المقطع ده راح فين. المهم انا خلصت كل الكميه بتاعتي ومطلعه الفوطه زي ما انتم شايفين. انا عملت صلصه بالثوم، حطيت معلقه ثوم شوحتها بمعلقه زيت ونزلت عليها بشويه الصلصه. تسبكوا معايا ويعني ايه بصي إيه تبقى سايله معاكي، مش بتبقى متسبكه قوي معاكي. وتحط لها طبعا البهارات، وتقومي جايه قافله عليها. هاخد منها معلقه من الصلصه دي تحطها في قلب الصينيه اللي انا هحط فيها الكلانون. هاجيب بقى تفردي بقى اللي هي واحدة الرغيف اللي هي بتاع الكلانون، تنزلي عليه بشوية من اللحمة المفرومة، شوية من الجبنة الموتزاريلا. ودي خطوة اختيارية ممكن تستغني عنها، كانت مجمدة معايا ومكنتش عارفة اطلع منها. وتبدأي تلفيه بالشكل ده. بصي هاتني الجوانب بتاعته عشان ما يطلعوش حاجة من الجنب من الخلطة بتاعتنا، وتبرميه كده وهترصيه ايه في الصينية. شايفين بالشكل ده. زي ما قلت لكم دهنت في ارضيه الصينيه دهنه من ايه من الصلصه. هلف بقى كل الرولات كده، احط لحمه مفرومه، ممكن بلاش لحمه مفرومه ممكن تحشيه بسطرمه. ممكن بسطرمه مثلا مع جبنه تركي مع جبنه موتزاريلا. يعني الحشوه بتاعتك دي بتاعتك انت. انا زودت كميه اللحمه المفرومه وقلت احشي بيها ايه الكالوني، بما اني كده كده ايه بعصج لحم. واعمل جنبها ايه صينيه كالوني طعمها جميل وزي العسل. جربي بس كده طريقه الكالوني اللي بقولك عليها دي، زي العسل وروعة ولا روعة، روعة جميلة وجنب الأكل كده حاجة خيال. هاعمل بقى ألف بقى كل السندوتشات بتاعته. شايفين الرغيف معايا طري ازاي؟ أنا وريته لكم كده في الأول طري وجميل. نحشي بقى كل الكمية بتاعتنا.
هنلف رول ونرص في الصينية لحد ما نخلص كل الكمية ايه بتاعتنا. جبنة الموتزاريلا باقول لكم، ولو كان عندي جبنة تركي مبشور كنت أنا حطيت، بس ما كانش عندي إلا جبنة موتزاريلا، وكان الكيس مجمد أوي ما كنتش عارفة أفك منه، نسيت أطلعه قبلها بوقت، فباحط على قد ما باقدر من اللي أنا باحاول أطلعه من الكيس من الجبنة، وإيه وأحطه كده وألف إيه على اللحمة. هيدي معاكي مطة وهيدي معاكي طعم، هيمسك هيخلي اللحمة برضه تتمسك معاكي في قلب يعني العيش وكده، فيبقى ايه ماسك معاكي ما يطلعش منه. انا هنا بقى بصوا خلصت كل الكمية بتاعتي، رصيتهم كده جنب بعض، عمل معايا الكمية اللي هي كوباية اللبن وكوباية الدقيق، أدا 3 6 7 8 9 9 وحيد من الكالوري. بعد كده ايه هنزل عليهم بباقي الصلصة اللي انا عاملاها كده، اخلي ايه الصلصة كده تغطي كده وشوشهم كلاتهم، وتبقى ايه مغطية كده ايه يعني بصوا. انا حتى ما حطيتش الصلصة كلها، يا دوبك انا غطيت وشهم كده، وفي شوية صلصة نزلوا كده برضو في الارضية شوية حلوين كده، واحط على الوش شوية من الجبنة الموتزاريلا، دي خطوة اختياري ممكن تستكفي بالصلصة بس، وهدخلها ايه الفرن. اول كده ايه اسيبها ايه هو الفرن والع ايه من تحت الاول، وبعد كده إيه، أول ما أحس كده إن إيه بدأت الصلصة معانا إيه الكالونوني يتشرب معانا من طعم الصلصة، أهدّي إيه النار عليه أو أطفي عليه بقى وأولّع عليه الشواية، وال ال ال البسلة بتاعتنا كانت استوت معانا، هننزلها كده في طاجن أو في صينية بايركس، وأدخّلها الفرن معانا كده تحت الشواية تاخد معانا لون كده هتبقى جميلة. بصوا شايفين والريحة جامدة، شايفين بصوا شايفين الجمال، والله ريحة وجمال وطعم ولا أروع من كده. حاجة بسيطة مش مكلفة قوي، هتجيبي نص اللحمة المفرومة ب70، وفي كمان نص ب50، هتجيبيه وتعصجيه بشوية ببصلتين ولا 3 بصلات، وهتعملي بيه أكلتين زي العسل، سواء الكانوني ولا سواء البسلة باللحمة. بدل ما تعمليها بسلة من غير حاجة، تحطي فيها شوية لحمة مفرومة متعصجة زي العسل، وطعمت معاكي الأكلة، وتعملي جنبهم شوية رز بالشعرية كده يبقوا مفلفلين، عشان يطلع معاكي الرز بشعرية مفلفل، حطي فيه واحدة من الورق اللوري وواحدة من فص الحبهان، وشوحي كده الأول كده تنزلي بيهم في الأول كده وأنتِ بتحمّري الشعرية، يا سلام على جمال الرز بتاعِك وريحته والطعم بتاعه، وشوّحي الرز مع السمنة والشعرية كده قبل ما تنزلي عليهم بالمَيّة. ودي كده سفرتي، ما شاء الله كده عملت طبقين رز والطاجن اللي هو البسلة باللحمة والكالوني وطبق مخلل والعصير معانا، كنت عاملة عصير فراولة وأكلة زي العسل. شايفين الجمال؟ أنا كان نفسي أدوق بس كان الأذان لسه ما أذنش وكنت باصور لكم قبل الأذان. بألف هنا على قلوبكم، شاركوني بأفكاركم، متنسوش تشتركوا عندي في القناة وتعملوا لايك للفيديو.